ويسرنا أن يكون معنا من الرياض الداعية الإسلامي الدكتور محمد العريفي. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك إلى نشرة الرابعة. في البداية نبارك لك هذا الرقم، رقم المليون، وليس بمستغرب ربما على عدد المتابعين لك، ولكن كيف تتعامل مع هذا العدد بما أن العديد منهم يتابعونك كداعية إسلامي وكشيخ ويتصلون عليك دائما أو يرسلون لك تويتات بهدف طلب الفتوى؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء عموما والدعاة مأمورون بأن يسلكوا جميع السبل لأجل إيصال الخير إلى الناس، وكلما كان العدد الذي يستطيعون الوصول إليه أكثر فهم مطالبون بسلوك هذا الطريق أكثر من غيره. لذلك كان الأنبياء في السابق يمشون في الأسواق فيقصدونها لأجل أن يعظوا الناس، لأن الناس يجتمعون فيها. وفي الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي فيرى قوما مجتمعين فيقول على ما اجتمع هؤلاء، فيقال مثلا اجتمعوا على قبر يحفرونه أو اجتمعوا على بيع أو نحوه، فكان عليه الصلاة والسلام يتوجه إليهم ناصحا ومبينا. فسلوك الدعاة عموما للوسائل التي يستطيعون بها إيصال الخير إلى الناس، نشر الفكر الإسلامي الصحيح، التواصل مع الناس، الإجابة على مشاكلهم، الإصلاح بينهم، سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الفضائيات ومن خلال نشر الكتب، هذا منهج شرعي ينبغي الحرص عليه. جميل. الأمر الثاني، طيب دكتور محمد، ولكن كيف تستطيع التعامل مع هذا العدد عندما تغرد أو عندما ترد على تغريدة متابع عبر تويتر؟ كم يأخذ ذلك من وقتك اليومي؟ نعم، هو بلا شك العدد كبير جدا، أنا أستفيد منه من عدة نواحي. أولا يعني لما يكون عندي بعض المحاضرات أو بعض خطب الجمعة فهم يساعدونني في اختيار الموضوع المناسب الذي أطرحه، أحيانا في جمع النقاط المهمة التي يتحدث فيها. فمثلا لو أريد أن أتحدث عن خطر المخدرات، أنا بين يدي عدد من المراجع، لكن هذا المليون أو يزيد الذي يتابعني هم أكبر مرجع بالنسبة إلي، آخذ من بعض الحوادث، بعض التجارب التي عاشوها هم. هذه مسألة. المسألة الثانية الأسئلة التي يطرحونها علي من خلال المنشن والكتابة فيه، بلا شك أن في مشقة كبيرة جدا للإجابة عليهم كلهم. يعني أحيانا لما أطرح أنني الآن موجود بين أيديكم من كان عنده سؤال، أحيانا يصل خلال الدقيقة ونصف أكثر من 9000 رسالة، فأعلم أنني لا أستطيع أبدا أن أجيب عليها كلها، لكني أخصص يوميا الآن ساعتين أجلس أمام الجهاز أجيب ماذا أستطيع إليه من الأسئلة، والحمد لله يعني هم راضون بذلك، لأنهم يعلمون أن الإنسان لا ينبغي أن يكلف ما لا يطيق. أنا لي وجهة نظر إن أذنت لي، بارك الله فيك. تفضل دكتور. يعني أنت ذكرت بارك الله فيك قبل قليل والله الحمد أعداد الذين تصدروا الخمسة أو الست الأوائل في تويتر، تستطيع أن تقول في العالم العربي كله، وإذا هم كلهم من الدعاة إلى الخير، مع أن المشهورين فيهم صحفيون، فيهم ممثلون، فيهم مطربون، فيهم لاعبون، أيضا هم إن شاء الله دعاء إلى الخير دكتور محمد. نعم يعني يختلفوا حسب منهج الإنسان، لكن أنا أعني أن الذي يحاول أحيانا أن يقلل من قدر أهل العلم أو أهل الدعوة، أو يقول بأن الناس نبذوهم ولا يلتفتون إليهم، أو أنهم قاموا بتصرفات تجعل الناس أحيانا لا يقدرونهم قدرهم أو لا يتابعونهم. هذه الأرقام التي تفضلت بها وهذه الميزات وهذه السباقات التي سبق إليها أهل الخير والدعاة ما سبقوا إلى الناس لأنهم يوزعون أموالا أو لأن عفوا وسائل الإعلام فتحت لهم. أنت تعلم أن عدد من هؤلاء ممنوع أصلا من عدد من القنوات الفضائية، أحيانا كتبه ممنوعة، أحيانا يضيق عليه في سفره وإقامته، ومع ذلك قلوب الناس تتوجه إليه، لأن الذي يضع القبول ويسوق الناس إلى الخير هو رب العالمين. لن يفلح أحد أبدا في إبعاد الناس حقيقة عمن ينصحهم. الناس يعرفون الحق، يعرفون أهله، وبالتالي يحبونه حبا حقيقيا، ويعني يتبعون ما هم عليه ويتابعونهم ويقفون معهم. أنا أسجل أيضا من خلال يعني قناة العربية شكري ودعائي وامتناني حقيقة لكل متابع في صفحتي. أنا أقول الصفحة لهم وليست لي، هم الذين يشجعونني على طرح المواضيع، هم الذين يثيرون المواضيع المهمة التي ينبغي أن نناقشها، هم حقيقة الوقود الذي يساعدني على أن أبذل وقتا أطول في أن أجلس أمام الإنترنت وأن أكتب فيها، فأنا ممتن لهم أكثر مما يمتنون لي. طيب دكتور محمد، نعم. بالتأكيد مليون متابع لن يكونوا فقط من السعودية، هل لديك إحصائية عن خريطة توزيع متابعيك في العالم العربي أو حتى في العالم؟
نعم، هو يوجد بين يدي خريطة لكني ليست بين يدي الآن. لكن لله الحمد، يعني أنا عندي غير تويتر أيضا في قناة اليوتيوب خلال 14 شهرا وصل عدد المشاهدات إلى 5 ملايين. لكنني ليس عندي الآن بين يدي تقريبا فقط دكتور محمد. إنما أستطيع أن أقول لك أن في الفيسبوك المتابعون لي من خارج المملكة العربية السعودية أكثر، أما في تويتر فالمتابعون لي من المملكة العربية السعودية أكثر، وذلك من خلال المواضيع التي يطرحها، تلمس أحيانا في كلامهم وفي النقاط التي يطرحونها الثقافة السعودية. فأنا أتصور أن تويتر لا أستطيع أن أذكر لك، لكن ربما من هالمليون يكون 600 ألف تقريبا، ربما يعني يكونون من السعودية، وال400 ألف يكونون من خارجها. طيب الدكتور محمد، لا أريد هنا تشكيك فقط، ولكن وصلتني بعض التغريدات التي تود معرفة كيف استطاع محمد العريفي الوصول إلى هذا الرقم، حتى أن بعضهم قال بأنه قام بشراء بعض الأصوات. والله يا أخي أنا لا أعرف هل في شراء أصوات أصلا. إذا في شراء أصوات أخبرني، وأنا أتصور لو أنه يمكن أن تشترى أصوات لاشتراها أصحاب الملايين، ملايين الأموال أقصد، الذين يتمنون أن يكون عندهم 10 ملايين متابع. فلا أظن أن في شيء اسمه شراء أصوات. هذا يعني فضل منا من الله. الأمر الثاني في تصوري أن يعني طريقة طرحك، طريقة كلامك، طريقة توجهك للناس، شعورك يا أخي بآلامهم ومحاولة مساعدتك لهم. الناس يا أخي وصلوا إلى مرحلة الآن ربما يفهم ما تريد أن تقوله قبل أن تتكلم به. نحن نخاطب الآن أقواما يفهموا من أسلوبك في الكتابة ولو لم تتعدى 140 حرفا، يفهم أنك صادق أو تتصنع، وهذا واضح. يعني أحيانا تكتب الشيء مجاملة ثم تجد أنهم يقولون يا شيخ بلاش نفاق، وتقول سبحان الله كيف عرفوا أني أجامل لما شكرت فلانا أو لما فعلت كذا. فالناس فعلا يعرفون ذلك، وبالتالي إذا شعروا إن شاء الله أنك تعيش قضاياهم، تناقشها، أنك تهتم بهم، تلتفت إليهم، ترد على أسئلتهم قدر المستطاع، تشكرهم. يعني أنا أحيانا أعمل ما يسمى بريتويت، إعادة إرسال لبعض الأسماء في المنشن، فكان البعض يقول لي يا شيخ هذا غير مشهور، كيف تعمل له ريتويت؟ طيب. هذا يعني كلامه عادي، انظر إلى صفحته. فأقول يا أخي هذا الكلام الذي ذكره مفيد، فدعني يعني أعمل له ريتويت ليعرفه الناس. فالصدق مع الناس حقيقة، وعدم التمييز بينهم وإنزال الجميع يعني قدرهم. طيب. هذا مهم. أنا أعلم أخي أيضا أنه يتابعني عدد لا بأس به من أصحاب ربما الأديان الأخرى. أعلم أن هناك قوم من يعني النصارى من المسيحيين يتابعونني. أعلم أن هناك من يتبنون مذهب الإلحاد أيضا يتابعونني. طيب فقط. طيب جميل دكتور محمد، فقط اسمح لي، الوقت قد انتهى بالفعل، ولكن لدي سؤال هنا ملح. لماذا مثلا محمد العريفي، لماذا مثلا العودة، لماذا عايض القرني، لماذا مثلا لا يوجد في القائمة مثلا أعضاء من هيئة كبار العلماء وهم أدرى في الدين ولهم خبرة دراية أكثر بالفتوى وشؤون المجتمع كما يقال؟ هل هناك مشكلة أن يكون لهم حساب أيضا في تويتر ويقوم بعض الأشخاص بالإشراف على تلك الحسابات؟ طبعا أنا دعني أكمل نقطتي اللي قبل قليل ثم أجيبك. أنا هؤلاء مهما اختلفت معهم الذين يتابعونني، حتى لو كانوا من أصحاب أديان أخرى، مهما اختلفت معهم أنا ترى أفرح بمتابعتهم وأناقشهم بكل لطف وكل عناية، وربما أحيانا أهتم بطرحهم أكثر مما أهتم بطرح غيرهم. أما النقطة الأخيرة حول لماذا هيئة كبار العلماء عندهم صفحات وليس لهم متابعون كثر، أنت تعلم أخي بأن صفحات تويتر ليست صفحات إفتاء، هذه صفحات تواصل اجتماعي، بمعنى أنك تتواصل مع الناس، تستشيرهم، تجيب أسئلتهم إلى غير ذلك. وربما أن يعني بعض المشايخ يكون مشغولا عن متابعة تويتر، عن كثرة الجلوس في الرد على الناس، خاصة أن الناس إذا وكلت غيرك يكتب تفرقوا عنك. لذلك أنا ألتزم أن أكتب بنفسي وأن أكون جالسا بنفسي، فأحيانا لما أكون مسافرا لا أكتب شيئا. وهذه نقطة مهمة، وأنت فعلا أجبتني على سؤال، هو أنك أنت بنفسك تقوم على الرد على هذه التغريدات. نعم. على العموم نعم دكتور محمد العريفي الداعية الإسلامي، شكرا لك ونبارك لك مرة أخرى حصولك على أكثر من 1,000,000 متابع على تويتر.